الوسط يستعيد عافيته من جديد. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. بعد توقفه لعدة أشهر، ها هو شارع دجلة الثقافي يستعيد عافيته من جديد لتحلق الثقافة الوسطية في هذا الرصيف المعرفي الذي أصبح جزءاً من المشهد الثقافي في مدينة الكوت. اليوم عاد شارع دجلة إلى ألقه، هذا الشارع الذي ينتظره المواطن الواسطي الكوتاوي، يعد الأيام إلى أن يصل إلى يوم الجمعة حتى يجد هذا الحراك الثقافي. هنا تجد العازف والشاعر والأديب والفنان وأيضا معارض الكتب. هذا هو نواة لشارع المتنبي، وبجهود شبابية عاد اليوم هذا الشارع اللي يعتبر هذا المهرجان من المهرجانات المحببة في جميع الهواة والمحبين لجميع الأنشطة، كأن تكون رسم، ثقافة، قراءة. اليوم جيت حبيت أنه أطلع على الأجواء وأطلع على الكتب الموجودة، يعني ضروري وجود مثل هكذا شارع. أتعرف على ناس، أتعرف على فنانين، رسامين، كتاب ومؤلفين هنا موجودين، يعني ناس مثقفين. طبعا هنا يعني صدق جو كلش حلو. مشهد ثقافي يزخر بكل صور الحياة ومعانيها ليثري العقل والروح، ليرسم لوحة تضم بين جنباتها كل ما يرضي الذوق والفكر من أدب وفن وجلسات شعرية تملأ فضاءه. شارع دجلة الثقافي بعد ما تم إيقافه بسبب وباء كورونا والوضع السياسي، اليوم تمت إعادته بحلة جديدة بنشاطات جديدة، وإن شاء الله هو مستمر، إضافة إلى القراءات الشعرية والمشاهد المسرحية، بيع الكتب، وقفة مع شاعر، نشاطات مستمرة. وراح نحاول من خلال نشاطات شارع دجلة أن نسلط الضوء على نخبة من المثقفين من خارج واسط أيضا، حتى يكون تلاقح ثقافي بين الشعراء والأدباء والفنانين. حقها العين يمك تستلذ بالشوف، كلها كشور مثلك ما لقيت اللب، بس وين مكانك مرة تقرب جاي وتلقاك مثل جفوف المعذب، خايف وين اضمك والسنون هواي، ولو سن المشط من ياكل يرتب، انا انساك الا بشغله وحده تصير، من الشوف عاشق ما قاعد ينحب، على بعدك دمعت وحيرتني الناس، كلها تنوح يم انسان لو مغرب، تعال بفيض شوقك لا تظن ناقوط، نقاطك بطيء وما جزع للحب، أقول اشتاق لي وأنا أعرف إيش ما بيك، مرات على روحه بنادم يكذب. شهد المكان فعاليات متنوعة فنية وأدبية ليعبر عن الأصالة والحضور الفاعل، بمشاركة جمعت ما بين أديب وشاعر وفنان وآخر يتذوق المعرفة والأدب، لأنه نافذة من نوافذ الإبداع والألق الأسبوعي. من الكوت لبرنامج صباح الخير يا عراق، ابتسام الصافي.